ثانية تماس لفائدة الخضر، لفائدة محاربي الصحراء. العوافي الآن في الخلف، إلى المرتدات. هذا الحمري دار بشكل رائع، يبحث عن زميل، وجد قندوسي. الترويض كان سيء هنا يا قندوسي، حتى التمريرة كانت قوية نوعا ما. الضغط على حامل الكرة من قندوسي. يلا يا محيوس، فرصة ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. العيان فقط وعندما يكون الضغط تأتي الأخطاء. وقع المنتخب الليبي في الخطأ. أيمن محيوس اخطفها، سرقها أيمن، نعم سرقها. ضربة جزاء واضحة للمنتخب الوطني الجزائري. أول سيناريو في المباراة قد نشاهده يا محاربينا، أول سيناريو في المباراة قد يكون على ملعب نيلسون مانديلا. مسؤولية جديدة يا أيمن محيوس، وأنت أمام فرصة العمر. ستدخل التاريخ لأنك أول لاعب بإذن الله راح تسجل في ملعب نيلسون مانديلا. حابين تركيزك، حابين نظرتك للمرمى، حابين إن شاء الله يا رب العالمين أن توفق يا أيمن يا محيوس، وأن تمنح الأسبقية والأفضلية للفرقة الوطنية من خلال المباراة. أيمن محيوس يا محيوس، ما أروعك يا محيوس. هية ثقة 1 2 3 في فرنجري من أول فرصة حقيقية. محاربون يعرفون طريق المرمى ويعرفون كيف يصلون إليه. الشوط الثاني كان مختلفا بقراءة فنية للماجيك ماجد بوقرة. 1-0 لمحاربي الصحراء أمام فرسان المتوسط. وما زال في رفقة المنتخب الوطني. شوف هدوءه، شوف تركيزه أيمن محيوس بشكل رائع ومميز، بطريقة هادئة. وضع الكرة في جهة والحارس كان في جهة أخرى. هذا قندوز لا يريد أن يشاهد، شاهدها نحل أسبقية للمحاربين. 1 مقابل بعد مرور 60 دقيقة من زمن شوط. السجن 7 سنوات للاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز. حكمت محكمة ساوث وارك الملكية في بريطانيا على لاعب سابق بالدوري الإنجليزي الممتاز بالسجن 7 سنين ونصف يوم الخميس لاحتياله على أسرته وأصدقائه وحصوله على 15 مليون جنيه استرليني منهم. وزعم ريتشارد روفس أنه وسيط تداول ناجح للعملات الأجنبية، وأقنع ضحاياه بالاستثمار فيما وصفها بالخطة قليلة المخاطر بوعود عائدات تصل إلى 60% سنويا. وأدانت المحكمة اللاعب السابق صاحب 48 عاما بالاحتيال وغسيل الأموال والنشاط مقنن دون تصريح. ووجد الادعاء أن روفس استخدم بعض المال المستثمر ليسدد أموالا لآخرين في مخطط هرمي، واستغل بقية الأموال ليعيش بأسلوب حياة لاعب كرة قدم محترف ثري. روفس اللاعب الإنجليزي السابق كان يشغل مركز قلب الدفاع، ولعب طيلة مسيرته لنادي تشارلتون أتليتيك، وشارك في أكثر 288 مباراة بقميص الفريق، سجل فيها 12 هدفا. وأجبر روفس على الاعتزال في عام 2004 بسبب إصابته بالركبة. وأشهر روفس إفلاسه عام 2013 بعد استثمار فاشل بقيمة تتعدى 6 ملايين جنيه استرليني. وفي 2015 اتهم بالاحتيال بسبب خسارته ما يقارب 8 ملايين جنيه استرليني، التي فتحت الباب أمام القضية الحالية.